السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل تصدقون أن بركة الطعام في هذا الموضع الغريب؟ تعالوا نشوف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة مهجورة توضح لنا أن بركة الطعام قد تكون في أغرب موضع في الطعام. طبعا السنة دي قد يستغربها بعض الناس الذين لا يأكلون إلا بالشوكة والسكينة. طبعا الشوكة والسكينة الأكل بها ما هوش حرام، لكن لا يجوز إن هو يعني يقطع الحاجة بالسكينة باليمين ويأكل باليسار، لأنه لا يجوز أن نأكل بالشمال. واضح كده؟ لأن الشيطان يأكل بالشمال، فنحن لا نأكل إلا باليد اليمنى. لكن كمان حتى لو بتاكل بالشوكة والسكينة وبتاكل بإيدك اليمين، فهذا ليس حراما، ولكن قد يحجب عنك أو عنكم الكثير من بركة الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيديه، وكان يبقى هناك آثار بسيطة جدا من الطعام على أصابعه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه بعد أن ينتهي من الطعام. ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. يعني ايه يلعقها او يلعقها؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لما ياكل حد، يعني اي حد فيكم ياكل طعام، بعد ما يخلص ما يمسحش صوابعه بالايه؟ بالمنديل، بل يلعق اصابعه او يلعقها. يعني ايه؟ يعني يخلي زوجته او اولاده يلعقوا اصابعه او ما تبقى من الطعام. بعض الناس ممكن يقول لك لا، انا ما اقدرش اعمل كده، ما اقدرش ان انا اخلي ابني يلعق اصابعي او زوجتي. لكن لما بيكون في حب طبعا بين الزوجين، عادي ان هو يلعق اصابعها او تلعق اصابعه. لكن على الاقل إذا بقي طعام على أصابعك، فعلى الأقل أنت بنفسك تلعق أصابعك، قد يكون البركة فيما تبقى على الأصابع بفضل الله. وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه لا يدري في أي طعام تكون البركة. وفي رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم: فإن آخر الطعام فيه بركة. يعني الخير الكثير والتغذية والقوة على الطاعة، هل هو فيما بقي على الأصابع، أو ما بقي في الإناء، أو في اللقمة التي سقطت على الأرض؟ فما تتركش أي حاجة منهم أبدا، سواء ما تبقى على الأصابع أو لقمة وقعت على الأرض أو مثلا ما تبقى في الإناء، كل هذا بفضل الله، فلا تدري أين تكون البركة. عشان كده يستحب لعق الأصابع بعد الانتهاء من الطعام، وعدم غسل الأيدي قبل لعقها، فلعل هذا الشيء اليسير الذي على الأصابع يكون فيه البركة، فتفوز بالبركة في الصحة وفي الجسد وفي العقل والفهم والدين واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث ده بيعلمنا الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيعلمنا ازاي نوفر في طعامنا ولا نكون مبذرين حتى لو كنا اغنياء. والافضل عند الطعام ان يكون الطعام في اناء كبير، وكل واحد ياخد ما يكفيه في الطبق او الصحن الذي امامه. يعني ايه؟ يعني بدل ما يتغرف لكل واحد طبق كبير قوي في الرز وفي الطبيخ وفي اللحوم والى غير ذلك، لا، الافضل يكون اللحوم في طبق، في حاجه صينيه لوحدها، والطبيخ في حله لوحدها او في مثلا اناء كبير لوحده، والرز برضه في صينيه كبيره لوحدها، وكل واحد محتاج حاجه ياخد جزء كده ويضع على الطبق، بحيث انه ايه؟ يخلص كل اللي محطوط قدامه. واضح كده؟ فيبقى بقية الطعام سليما معافا نظيفا بفضل الله، بحيث لو حبيتوا تاكلوه بعد كده تاكلوه، ولو حبيتوا تتصدقوا نقدر نتصدق بيه، هو نظيف. وكذلك الخبز، بدل ما نعطي لكل واحد رغيفين ثلاثة، لا، نقسم العيش 4/4، وكل ما تعوز عيش أو خبز يعني تاخد الجزء اللي انت عايزه لحد ما تخلصه، خد جزء تاني، وهكذا. بدل ما واحد ياخد رغيف ياكل منه لقمتين ويرمي بقية الرغيف، فيكون بذلك مبذرا، وغيرنا محتاج لقمة واحدة ياكلها حتى يستطيع أن يبقى على قيد الحياة، كما هو الحال في أرض العزة في أهلنا الذين لا يجدون لقمة الخبز ولا شربة الماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن حبايبي، قد تكون بركة الطعام
في لعق ما تبقى من الطعام على الأصابع، أو تكون في لقمة ساقطة على الأرض، أو تكون فيما تبقى في الإناء، فلا تتركوا هذا للشيطان، بل كلوا هذا ولعل وعسى يكون في ذلك البركة التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.